لما يموت فيهم الرجل الصالح يبنوا عليه جامع، يبنوا عليه كنيسية كبيرة ولا بيعة تاع اليهود، ثم يتخذوا عليها صورة تاع سيدنا عيسى وصورة تاع مريم وصورة تاع كذا. قال ثم يزوقونها ويزخرفونها. قال إني أنهاكم عن ذلك. قال لهم بالك ديروا كما داروا ليا ولا لغيركم. فمن كيف؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى ما داروش عليه جامع وما داروش عليه قبة. واحد يقول لك الشيخ أنا شفت واحد القبة في المايه، القبة هذه بنوها الأتراك هنا وهنا، عندها 6 قرون من اللي تبنت، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم عنده 16 قرن من اللي مات. فمن كيف؟ إذن القبة الخضراء اللي تشوفوها فوق المسجد النبوي الشريف هذيك الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منها. الأتراك هم الذين بنوها قبل 6 قرون أو ما يزيد بقليل. فمن كيف؟ قال إني أنهاكم عن ذلك، راني ننهيكم. بالك إذا مت تبنوا عليا جامع ولا تبنوا عليا قبة ولا تديروا عليا الشواشين والوكيل والخادم ومانيش عارف. قال حرام هذا في الشيء، وإنما سنوا علي التراب سنا، لما تدفنوني ردوا علي التراب وتربحوا. فمن كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح ردوا على جسده الشريف التراب، ولكنه يحيا حياة برزخية لا يعلم نعيمها ولا يعلم ماهيتها إلا الله تبارك وتعالى، فهو حي في قبره حياة لا يعلمها إلا الله. لذلك ورد في الحديث الصحيح ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فمن كيف؟ وقال في حديث آخر صحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. الله تبارك وتعالى حرم على الأرض ما تاكلش اللحم تاع الأنبياء، يبقوا أحياء حتى يخرجون أحياء. فمن كيف؟ وأول من يخرج من هذه الأرض وتشقق عنه الأرض هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهمنا كيف يا إخواني الكرام؟ هذه والعياذ بالله الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا عنها وحذرنا منها، ولكن